السلام عليكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات لاله فاطمه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنحضر معكم ان شاء الله الشيفرون بطريقه اللي سهله وسريعه، وكذلك بمكونات اللي بساطين واقتصاديين، وفي نفس اللحظه صراحه كيجي رائع جدا، كيجي لذيذ بزاف، ما كنحتاجو لا نفوروه ولا نسلقوه. المهم دغيا دغيا كيتحضر وكيجي بنين. اهم شيء لاحظتوا معايا في المكونات غنحتاج هنا لواحد الحبه ديال الشيفرون، يعني ما درتش داك الكميه كامله، وبالنسبه للكميه ديال الشيفرون كتبقى على حسب الرغبه وكذلك على حسب عدد افراد العائله. المهم هاد الشيفرونه هذه اللي عندي ففيها تقريبا كيلو الا ربع. لاحظتوا معايا في اول حاجه كنديرها كنحاول كنحيد لا داك الاوراق اللي كيكونوا خضرين، ومن بعد كندوز نبشرها واحد شويه بالسكين بهذا الشكل هدايا، خصوصا الا كانت هكايا مضروبه او لا مثلا فيها شويه ديال الاوساخ كتحاولوا هكايا تحيدوهم غير بالسكين بهذا الشكل هدايا. المهم بعض المرات هكايا كيضربوا في الصندوق ملي كيكونوا كيتباعوا، كيجيو هكايا مضروبين شي شويه، كتحاولوا المهم تنقيوهم. لاحظتوا معايا بعد ما نقيتها فكنحاول نقطعها طريفات اللي يكونوا صغيورين، ونشوف لداخل. راه بعض المرات كيكون هكايا فيها بخاخش او لا كتكون مدوده، ردوا البال وشوفوها مزيان كي دايره من الداخل، عاد داك الساعات دوزو نضفوها. المهم ما علينا هنا، بعد ما حليت الشيفرون ديالي اولا القرنبيط فمباشره ان شاء الله غندوزو نضفوه. بالنسبه لطريقه التنظيف ديالو فهي مهمه باش هكايا كنتفاداو انه تكون فيه شي حاجه، فكنحاولوا نديروا الكميه اللي عندنا ديال الشيفرون كامله في واحد الاناء، ومن بعد كنفرغوا الماء، كنفرغوا الكميه الكافيه ديال الماء بحيث هكايا داك الشيفرون كيولي غارق في الماء. من بعد مباشره فغنضيف جوج ديال الملاعق كبار ديال الخل، ونخليه تقريبا لمده 5 دقائق. المهم بالنسبه للشيفرون فبعض المرات كيكون هكايا من جناواه كيكون فيه التراب وكيكون فيه الرمله، داكشي علاش وحتى داك الحشرات، داكشي علاش درنا له الخل كيخلي كلشي كيتحيد منه كيطيح. المهم ما علينا هنايا كما قلت لكم فغنخليه 5 دقائق وندوزو نطفوه. كنحاولوا هكايا نفرغوا داك الماء اللي كيكون فيه من الخل، ومن بعد كنغسلوه مزيان في اللافابو، كنشلوهم داك الخل اللي كيكون فيه، وهكايا ما كيبقى فيه حتى حاجه وكيولي داك الشيفرون نقي مزيان، يعني كنكونوا متاكدين بانه نظيف. هاد الوقيته هذه مباشره ان شاء الله غندوزو نبشروه في الحكاكه، كنحاولوا نبشروه في المبشره اللي كتكون غليظه، هو صراحه دغيا دغيا كيتبشر، يعني ما كيعذب ما حتى حاجه، حيت هو يعني رطب ما كيكونش قاصح، دغيا دغيا كيتبشر. المهم غنكمل الكميه اللي عندي ديال الشيفرون كامله وندوزو ان شاء الله نكملو على الوصفه ديالنا. شوفوا معايا هنايا بشرته كامل، كنبشرو حتى داك الجذوره ديالو يعني كامل حتى القاع، ما كنلوحو منه حتى شي حاجه. المهم هنايا من بعد ما بشرته مباشره كنديرو كيف واحد الاناء، وغنوريكم السر اللي كيخلي الشفرون ديالنا كيجي بنين بزاف وما كيجيش فيه الزفوريه ديال الشفرون بتاتا. بصراحه كيجي رائع جدا، ما كيبقاش فيه داك الريحه ديال الشفرون المجهده. بالنسبه للناس اللي ما كيحملوهاش فكتعصروا واحد شويه ديال الحامض عليه، ومن بعد كدوزو مباشره تعصروه، يعني ما درنا له لا ما لا حتى حاجه، غير داك الحامض كيخليه يطلق السوائل ديالو، غير واحد تقريبا غير معلقه ديال الحامض، ما تكثروش الحامض. وكنبقاو هكايا كنعصرو. شوفوا معايا داك السائل ديالو كامل كيبقى في الاناء، وهذا السائل هذا هو اللي كيكون فيه داك الريحه مجهده وداك الزفوريه. وهكا غندوزو نطيبوه ان شاء الله، ما غنحتاجو لا نسلقوه لا حتى حاجه، حيت ما بقاتش فيه لا زفوريه لا والو. المهم ما علينا، هنايا غنحتاجو واحد الربطه ديال المعدنوس، ما ديروش القزبر غير المعدنوس، بغيتو ديروا شويه د القزبر ماشي مشكل. كذلك غنحتاج هنا واحد الحبه ديال البصل اللي تكون صغيره، كنحاولوا نقطعوها رقيقه باش هكايا ما تبقاش باينه. المهم وغنحتاج كذلك لواحد جوج فصوص ديال الثوم، كنحاولوا نحكوهم اولا نضغطوا عليهم هنا في هاد المعسه ديال الثومه. وهكا كيكونوا هاد التوابل هادو جاهزين، كنخليهم جانبا وندوزو نكملوا على الوصفه ديالنا. نضيفوا واحد شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار، وغنضيف كذلك شويه ديال الخرقوم غير راس معلقه من كل حاجه، شويه ديال سكينجبير، وواحد شويه ديال الحار اللي كيبقى اختياري وعلى حسب الرغبه، نص معلقه صغيره ديال الكمون،
تقريبا نص معلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم. صراحه بالنسبه للبودره ديال الثوم فكتعطي واحد النكهه زوينه، الا توفرت عندكم ديروها، الا ما توفرتش ماشي مشكل. هنا ضفت معلقه صغيره ديال التحميره، وكذلك غنضيف داك البصله والربيع والثومه اللي قطعت معاكم. كنضيف كلشي وكنحرك مزيان حتى كينسجموا العناصر مع بعضياتهم. ومن بعد داك الساعات كنضيف 2 معالق كبار ديال الطحين اللي هو الدقيق الابيض، وكنضيف 3 الحبات ديال البيض. ضروري ومؤكد ما تضيفوا الدقيق، حيت الا ضفتو غير البيض بوحديتو فالوصفه ديالكم ملي غديروها طيب فغطيب بسرعه فغتحمر بسرعه، وما غيطيب لكمش داك الشفرون. الدقيق كيخليه يضرب مده طويله فوق البوطه وما كيتحمرش، وهكا كيطيب لنا داك الشفرون واخا يعني ما سلقناش. المهم شوفوا معايا هنا، اول حاجه كنشد داك المقلاه اللي تكون غير لاصقه، كندهنها بالزبده مزيان، وعاد داك الساعات كنستف هاد الشيفرون ديالي. كنحاول هكا ندير واحد الطبقه رقيقه ديال الشيفرون، ما نديرهاش غليظه. المهم انا غندير 2 مقاري. الا ما كانش عندكم الزبده، ما بغيتوش ديروا الزبده، فكتحاولوا هكا ديروا المقله فوق النار وديروا فيه شويه ديال الزيت، وكتخليو داك الزيت حتى كيسخن. عاد داك الساعات كتفرغوا الخليط وتساويوه، ولكن اهم شيء يكون المقله ما كيلصقش. المهم هنا كنحاول هكا نستف هادشي كامل اللي عندي، ومباشره ان شاء الله غندوزو نطيبوا هاد الشيفرون ديالنا على نار اللي كتكون مهيله قريبه الطفا، باش هكا كيما قلت لكم كيضرب مده طويله وهو كيطيب. يعني تقريبا كتضرب واحد 15 دقيقه وهي كطيب من الجهه الاولى، و15 دقيقه من الجهه الثانيه. نص ساعه كتكون كافيه انها يعني ان هاد الشيفرون هذا يطيب ويولي رطب، يعني ما كيبقاش خضر بتاتا، كيجي طايب. المهم غير تبعوا معايا ان شاء الله. هنايا كنوريكم بعد ما خليته حتى طاب وتحمر من الجهه الاولى كنقلبو، ومن بعد كنضيف له هنا واحد شويه ديال الكيتشوب، شويه ديال الطون، وواحد شويه ديال الفرماج حمار او الموتزاريلا، باش هكايا كيجي داك الشيفرون كيجي بحال فيه بحال اللوغو ديال البيتزا. المهم صراحه كتجي هاد الوصفه هذه بنينه بزاف. وبالنسبه للمقله الثاني فما غنضيفلوش الطون، غنخليه معكم يعني سامبل. شوفوا معايا كنحاول هكايا نقلب. بصراحه بالنسبه لذاك الدقيق اللي كنضيفو للشيفرون فما كيخليش هاد الوصفه هذه تتحمر بسرعه وكتاخذ الوقت ديالها في الطياب، وهكا كما قلت لكم كيطيب الشيفرون. المهم هنا كندير واحد شويه ديال الكيتشوب وشويه ديال الفرماج حمار والموتزاريلا. المهم المقله الثاني ما ضفتلوش الطون. شوفوا معايا هنايا من بعد ما داب داك الفرماج والموتزاريلا وتعلكوا، هكا كتكون الوصفه ديالي جاهزه. مباشره كندوز نقدمها. بصراحه كتجي لذيذه بزاف، كتجي مختلفه تماما على الطرق اللي كنتناولوا بهم الشيفرون. شوفوا معايا كتجي معلكه وبنينه. كنتمنى ان شاء الله جربوها وتنال الاعجاب ديالكم. انا اكيده ان شاء الله الا جربتوا هاد الطريقه هذه ديال الشيفرون فغتبقاو دائما كديروها وغتولي معتمده عندكم. المهم شوفوا معايا كنوريكم من جوج جوايه كيجي محمر، واهم شيء كيجي داك الشيفرون طايب رطب، يعني كيجي صراحه لذيذ بزاف. المهم دابا بقى لي الا نودعكم، مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.